السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ اللقاء ده هدية لكل واحد عاوز يعالج مهارة التحدث عنده في اللغة الإنجليزية، وهو عبارة عن جلسة ممارسة قعدنا فيها أنا وكتير من أصدقاء القناة، طبقنا فيها طريقة مبتكرة وحصرية لتحسين مهارة التحدث اسمها طريقة الترجمة العكسية. هتلاقي تفاصيلها كلها في الفيديو اللي هيظهر عندك ده. لو حضرتك عاوز تعلي مهارة التحدث عندك وتحقق أقصى استفادة من الفيديو، فأنصحك بثلاث نصايح بسرعة. رقم واحد، تسمع الفيديو لحد الآخر. رقم اتنين، إنك تتفاعل معاه، بمعنى إنك تحط نفسك مكان الطالب وتحاول تعمل كل اللي مطلوب منه وكأنك انت اللي قاعد قدامي بالظبط. رقم 3، خد ملاحظات، لو اي معلومة جديدة اخدتها او استفدت منها اكتبها علشان ترجع لها بعدين. اخيرا، لو عندك اي اسئلة سيبها في التعليقات، وهسيب لك رابط قناة التليجرام لو حابب تكون معانا المرة الجاية. اللقاء يا اخوانا مجاني تماما، واسيبك دلوقتي مع الفيديو ونبدأ مباشرة. اول حد ظاهر عندي اسمه السكري. تمام مع حضرتك. حضرتك السكري؟ ايوه. تمام، اهلا وسهلا، اتفضل ابدأ. حاول تجيب لي المعنى بتاع الجمل. اتفضل. جود لك او ابن عمر او عمر ذا صن، يعني ممكن كده بن عمر. كده. بن عمر اسمه كده عشان ترجمه. good luck بن عمر. جود لك بن عمر. ايمان said to me before the game. ممتاز. إيمان says before the game أو إيمان says to me or tells me before the game. ممتاز. اتفضل كمل. I replied thank you. ممتاز. This is the first basketball game in the year for the boys team in the West Secondary School. خلينا ننبه على حاجة ممكن يكون ما خدناش بالنا إن إحنا ننبه عليها أثناء اللقاء، وهي إن إحنا لما نيجي نقول ده أول حدث في الأسبوع أو تالت لعبة في السنة أو رابع إيفنت في الأسبوع أو حاجة زي كده، الأفضل هنا إن إحنا نستخدم حرف الجر of مش حرف الجر in. ما بنقولش أول حاجة in the year أو تالت حاجة in the week مثلًا، لأ بنقول of the week of the year and so on. وتعالَ نسمع بعض الأمثلة. Could have waited till the second or the third day of the week. Could have waited till the second or the third day of the week. This one is the third and final of the year, and it's called the flower moon. This one is the third and final of the year, and it's called the flower moon. يبقى إذًا the first of the week the second of the year مش in. وده طبعًا لا يخل بالقاعدة العظيمة بتاعة in on at شهور أيام ساعات، لأن ده سياق وده سياق. بافكرك تعمل لايك وتعالَ نكمل الفيديو. There is one big question. Is it uh, can 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 us Can we can us can we yes, can we play better than the last year? can we play better than last year؟ إمم. After 1 minute we will know the answer. No, لأ وإيه؟ we will know the answer. كده كلمة بعد دقيقة هنقولها إزاي؟ 1 minute later or after 1 minute ممتاز. we will know the إيه؟ answer. لأ مش we will know the answer. ليه؟ لأن هو هنا بيقول إحنا بعد دقيقة، هو هنا بيتكلم في المضارع لسه عادي. What minute later or we knows we know the answer. ممتاز جدًا. No. ممتاز. أستاذ هارجع لك تاني طبعًا يا أستاذ سُكّر. أستاذ خالد قادة، المايك اتفضل، ممكن تبدأ تتكلم مباشرةً. شكرًا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاسألك سؤال هنا موجود إجابته في القطعة، قُل لي الإجابة بالإنجليزي مباشرةً، تمام؟ السؤال هاقوله بالعربي، هاترجم السؤال للإنجليزي وبعد كده هتجاوبني بالإنجليزي برضه، تمام؟ هل هذه هي أول مباراة كرة قدم لفريق الأولاد؟ Is this the first again teacher? إمم. Again? Repeat the question. هل هل هذه أول مباراة كرة قدم لفريق الأولاد؟ Is this the first game for team boy? For the yeah, for the boys team. For the boys team. Or the boys is the first. Good. Is it the first game of the year for the boys team؟ تمام؟ الإجابة؟ Yes. This is the first game of the boys team.
good. in this. السؤال اللي أنا سألته كان is it the first football game؟ هل هي أول مباراة كرة قدم؟ هنقول إيه بقى؟ No, this is not a football game. This is a basketball game. It's not the first football game of the year for the boys team. It is the first basketball game of the year for the boys team. ممتاز جدا. أيوة. اتفضل كمل من أول هنا، من أول إنها أول مباراة لغاية آخر القطعة دي. This is the first game. This is the first game of basketball in each year. For the boys game, team boys. for the boys team. عشان نلاحظ بقى إن إحنا هنا بنقلب الكلمة، يعني ما بنقولش فريق الأولاد في الإنجليزي، بتقلب الترتيب. تمام؟ ماشي. فبقول إيه for the boys team. يبقى المضاف والمضاف إليه عندهم معكوس يا إخوان. المضاف والمضاف إليه عندهم معكوس، بيتحط بعكس الترتيب بتاعنا. تمام. طيب for the boys team في مدرسة الغرب الثانوية، ازاي نقولها؟ The West is at the footballing. I don't know. مين يقدر يقول لنا يا اخوانا؟ استاذ سكري اللي قبله كان تقدر تقولها في مدرسة الغرب الثانوية، ازاي نقولها؟ تقريبا ممكن تكون at the West Secondary School. هاي سكول. في مدرسة ثانوي اسمها هاي سكول. المدرسة الإعدادي ميدل سكول أو preparatory school. والأول الابتدائي اللي هي إيه اللي اسمها elementary school. خلينا نوضح حاجة ممكن تكون بتلخبط شوية، هو الفرق بين النظام التعليمي في أمريكا والنظام التعليمي في بريطانيا. النظام التعليمي الأمريكاني شبيه جدا بالنظام التعليمي في مصر وفي الدول العربية، وهو عندهم elementary school ابتدائي وميدل سكول إعدادي وهاي سكول ثانوي. أما في بريطانيا فالنظام مختلف شوية، عندهم primary school ابتدائي، وبعد كده بتعدي مباشرة على الثانوي secondary school. ما عندهمش حاجة اسمها إعدادي هناك. فالمرحلة الثانوية بتبدأ بعد الابتدائي مباشرة، وبيكون عدد سنينها كبيرة، بتشمل الإعدادي والثانوي عندنا. فلو أنت قلت عليها secondary school بمعنى الثانوية مش هيكون غلط، لكن الأفضل إنك أنت تلتزم بالنظام اللي إحنا عارفينه بتاع أمريكا، ابتدائي وإعدادي وثانوي. وفكرك باللايك اللي هيساعدنا ان احنا نعمل لك فيديوهات اكتر. ويلا نرجع للفيديو تاني. The West primary ممكن تقول primary عادي او elementary. تمام. at the West High School. جميل. كمل. There is one question, a big question. There is a big one question. Yeah, there's one big One is something. We can. So yeah. can we play bear? Then last year. Good. We know we know Good. We know the answer. Good. answer after 1 minute. ممتاز جدا. طيب هناخد extortion. لو حضرتك او حضرتك تفتح المايك. Yeah, it's extortion. Okay, How are you, brother? I'm good. Do you hear me? What about you? I'm doing well. Yeah, Where are you from? yeah, that's good. I'm from Somalia. I guess you know me. Spoke From what? with you. From Somalia, if you know it. Oh, yeah. I think I know you. Yeah. Good. Yeah, I guess you know. I think you sent me a recording before for a story or something. Yeah, that's I good. sent you a code before. Yeah, you know me, I guess. Good. So let's try a new page with, or let me ask you. Yeah. Another question. Here Yeah, you can. he says, إيمان تقول لي قبل المباراة. Okay? Okay, Iman says to me before the match or the game. Good. Can you say it another way? Iman, ممكن تقولها بطريقة مختلفة. okay, Iman said to me before the match game. Not said. No. We keep the present. مش هنغير، مش هنروح للماضي. احنا عايزين طريقة تانية نقول بيها نفس الجملة عادي. Okay, Iman says to me or Iman says? Says. إيمان said عشان هي غائب. One.
Yeah, Iman says before the match. Iman says before the game. Yes. ما هو ده اللي احنا قلناه. إيمان says to me before the game. ماشي. هل في طريقة تانية؟ لو في حد يعرف طريقة تانية نقول فيها نفس الجملة يا إخوانا يفتح المايك ويتكلم مباشرة. I don't really know how to say it in a other sentence. I don't really know. طيب لو حد قال لنا جميل، لو ما حدش قال لنا ممكن أقترح أنا عليك جملة تانية. طيب ممكن نقدم الزمن نقول before the game إيمان says to me. جميل جدا. وممكن نقول برضو just before the game started أو before the game starts لو احنا عايزين نفضل في المضارع، يعني قبل ما تبدأ المباراة. تمام كده؟ before the game starts إيمان says to me. تمام كده؟ Okay. جميل. ماشي. or ممكن نقول برضو أكتر، لو احنا عايزين نعلي أكتر أو نجيب طريقة تانية ممكن نقول إيه a few minutes before the game إيمان says to me. تمام كده؟ يبقى احنا أنا بقول الكلام ده ليه يا إخوانا؟ ببساطة في ناس فهمت يعني في ناس في تعليقات اليوتيوب فاكرين انا بقول نترجم بمعنى نفتح ونترجم ترجمة حرفية بالحرف والكلمة. مش ده المقصود. المقصود ان المعنى اللي موجود ده يوصلني بأي طريقة أو بأي كلمة موجودة عندك. وصل لي الكلام ده. خلاص؟ تمام. طيب هنكمل معاك الصفحة التانية. ما تقول اسم سهل بدل extortion دي. اسمك ايه؟ what's your real name؟ My name is Ahmed. You can call me Ahmed. Man, Ahmed. Why do you replace Ahmed? Ahmed is good. I don't really know ماشي. this. Yeah, I know Ahmed is good, but it's my family's name. Extortion is just a nickname, you know. Okay, so what do you speak there in Somalia? We speak Somali in Somalia, but I was born in Saudi, so I know how to speak Arabic. Is it like Arabic? Is your language? It's not like Arabic, but we have a lot of Arabic. Do you speak? Oh, Do you speak Arabic? I speak Arabic, yes. It's my first language actually, because I was born in Saudi. Good, good. Okay, let's read this page. بسم الله. Okay. فريقنا هو أسوأ فريق في المدينة. So our team is the worst. In English. Let's say English. Okay, our team is the worst team in the city. Good. We don't Yes. win ever. We don't never win. Oh, we don't win ever. We never. Everyone knows. Just محتاج تقول بعد دول. everybody knows it. لحظة بس كده. لحظة يا أحمد. مش محتاج تقول we don't ever win. We never win. Never win. مم. We never win. And everybody knows this, or everyone knows it. ممتاز. Right? الجملة اللي بعدها كمل. Okay. When I get the ball, I see. Okay. I see beauty nearby the basket. Right? Okay. Nearby what? طيب I see جمال Basket. near the basket أو Oh, Jamal. Okay, that's Jamal. I thought it was near the basket. I see Jamal near the basket. near the basket. تمام. ممكن نقولها بطريقة تانية I see جمال بدل كلمة بالقرب من السلة. بدل كلمة بالقرب ممكن نبدلها I see جمال near the basket. Very good. ممتاز. في عندنا ممكن يكون كلمة تانية. I see Jamal. I don't really know how to say it. I don't. Okay, it's okay. Simply, you can say, I see Jamal by the basket. I see Jamal close to the basket. Close to يعني قريب منها. تمام. أو by the basket قريب منها. Okay. ماشي. جزاك الله خيرا يا أحمد. بارك الله فيكم. يونا عادل اللي بعده على طول لو تفضل. طب يونا عادل. Hi. I'm here. قلت اسمك يونا. Yeah, it's my middle name. Yes. اسم مش موجود عندنا في مصر. حضرتك مصرية؟ Yeah. يوناني. الاسم ايه؟ It's a Greek name. تمام. ما شاء الله. اتفضل. I started from جمال قل. تمام. أو عندما أحصل على الكرة. Okay. when I get the ball, I see Jamal near to the basket or close to the basket. He call Jamal here. يا ابن عمر. So I flip. هاتي يا ابنة
إحنا مش هنترجم الاسم، يا دي موجودة بتاعت العربي بس. بن عمر here over here like this. Over here, Ibn Omar. So I throw the ball to him. He catch it and throw it towards the إيه بقى؟ basket. هنا نقول he Caught it or catch it. أنت قلتيها صح بس حاجة في الجامعة أنت قلت he catch it. هي إيه؟ Catch it. طب نقول he لأن ده مفرد غائب فمش هنقول catch هنقول إيه؟ Catches. yeah he catches it. ممتاز. He catches it and throw it towards basket. It just and throws it to it the didn't. basket. but it didn't enter or the ball didn't enter. yeah it doesn't because إحنا لسه في المضارع. doesn't enter, it doesn't Doesn't go enter. in, it doesn't get in. ممكن تقولي it doesn't enter, it doesn't go in, it doesn't get in. The ball كله كويس يعني كله حلو. the ball don't enter or the ball never enter as usually. Never as أيوة معلش هنقول the ball don't enter ولا the ball doesn't enter. never doesn't ماشي never in. never enter as usual. Again it's the same thing, it's the same mistake. The ball never enters as usual. So As usual. help the ball doesn't go in. الكرة ما بتخش doesn't go in, it never goes in as usual. Okay, as usual or usually. Usually it's okay, both are good. The same. Okay. Yeah. Just that or continue. ممتاز. طيب لو حبيت ان حضرتك تحولي لي الكلام ماضي عيدي تاني نفس اللي قلتيه بس حولي الكلام ماضي. Gamal called over here Ibn Omar. He threw the ball to him. Then he caught and threw it towards the basket, but it didn't enter the ball or it didn't enter. معذرة أنا اسمش هذي. It didn't enter. ممتاز. The ball never entered as usual. Good. ممتاز. طيب رائع جدا. هرجع لي برضه تاني المعنى اللي بعد مالت السالم